أكثر من 1,300,000 مشاهدة حققها كليب نزحت معاه لسهيلة باللشهب اللي للمرة الأولى تقدم اللون العراقي. وللمرة الأولى تعاملت سهيلة بهالعمل مع شركة لايف ستايل ستوديوز. أما الكليب فصورته تحت إدارة المخرج عادل سرحان، وبوقتها نحن رافقناها في الكواليس وسألنا سهيلة عن تجربتها بالغناء باللون العراقي. بالنسبة لي شوية جديدة عني، ضبطت اللهجة الحمد لله. إن شاء الله ما تنتقدونيش أول مرة يعني. ويبدو أن سهيلة وفقت بالمهمة، فالتعليقات اجت لصالحها فيما يخص اللهجة، غير أن الكليب حاصد نجاح وإعجاب من الجمهور. وهذا الكليب يعتبر التعاون الأول بين سهيلة وعادل سرحان، وتم تصويره في دبي. بصراحة أنا قبل ما أعمل الكليب أو بس عملت فكرة الكليب، كنت بيني طموحي على ستاندرد معين في أشياء ما بتعرف الفنان إذا بيقدر يعملها ولا لا. هون بالكليب بس أول مشهد انوجدت سهيلة قدامي بالكاميرا تغيرت كل طموحاتي، فقررت روح للاكستريم. لقيت قدامي فنانه ممثله شقيه مهضومه فيها كل عناصر المخرج بحبها قدامه انه يعمل سين صح. ولكن عادل كان عنده مهمة صعبة مع سهيلة، فالحادثة اللي تعرضت لها عام 2015 وأدت لآلام في ظهرها ما زالت تعاني منها حتى اليوم، ورجعت وتعرضت لحادث آخر في يوليو الماضي، وهذا اللي فرض على عادل الانتباه على المشاهد اللي لازم تقدمها سهيلة بالكليب. لازم ناخذ بالي أكثر من الموضوع، لأنه أصلا الحادث الأول كان في الظهر وشيء صعب، يعني مش بالسهل، وأنا استسهلت الموضوع واستهزأت، ما كنت مهتمة بصحتي. وبالاخر مثل ما قالوا لي الدكاتره من قبل انه اذا ما كملتي تريتمون تبعك خلاص راح تمرضي اكثر واكثر. فانا بشيل يعني حوايج ثقال، نحط الثقيل، نلعب ولا كانه عندي شيء. فلهذا السبب رجعت تعبت مره ثانيه، نحس بوجع خفيف، لكن الحمد لله في الفيديو كليب المخرج عادل سرحان مخليني على راحتي يعني. وهالشيء ظهر بمشاهد الكليب، فشفنا سهيلة بترقص وتغني وتمثل بكل بساطه. عشان يدري اني احبه يصد عني وينساني ويظلمني ويغيب عني يصير فجأة احد ثاني. ومن العناصر اللي لفتت الجمهور بهالعمل كانت إطلالات سهيلة، فشفناها بلوكس كثير ناتشرال، اعتمدت فيها على البساطة. مبسوطة بالفريق العمل يعني. وقبل هالعمل سهيلة أيضا خاضت تجربة أولى في مسيرتها الفنية، فطرحت من 3 شهور أول ديو غنائي تحت عنوان دنيا يا ظالمة جمعها بكريم الجانج. وهالفيديو صار محقق لليوم أكثر من 3,400,000 مشاهدة على اليوتيوب. ناجحة لحد الآن، مشت ولا واحد يعني قال إنه الأغنية مش واو، لأنه الموضوع شيء اجتماعي، شيء محترم. مين تختار؟ نسيم الرايسي وسكينة شيكاوي، هذول أكثر 2 كانوا قراب لي، وهذول أكثر 2 ما زالهم قراب لي، ونتمنى نعمل معهم. علاش لا، هم أخواتي وزملائي، فتشرف بهذا الشيء طبعا. توحشتكم. بس هالفكرة مش مطروحة حاليا عند سهيلة، كونها مشغولة بالتحضير لتصوير مسلسل جديد. عندي مسلسل راح صوره الشهر الجاي إن شاء الله، اسمه البوهالي مع شمس الدين، نوجه له تحية. هذا مسلسل مثل ما نقول فيه دراما، فيه شوية أكشن، تراجيدية مثل ما بيقولوا، والله أعلم، عشان ما أكون يعني ما عندي فكرة كبيرة على هالقد يعني حتى أتفلسف، بس إنه مسلسل كتير حلو إن شاء الله، راح نبلش تصويره، بس عم يقولوا ما ينعرض برمضان،
فهم بيستنوا لحد ما خلص شغلي واشفى منيح ونبلش تصوير المسلسل هذا ان شاء الله. والتمثيل مش وحده على أجندة سهيلة، فبعد نجاحها في رمضان الماضي بتقديم برنامج مسابقات في الجزائر يبدو انها حابة تعيد التجربة. مساء الخير عليكم مشاهدينا، صحة فطوركم وصحة شريفتكم. لنكونوا صريحين كان ناجح بنسبة 100% عندنا، والدليل انه كانت الاتصالات يعني معجوقة لدرجة لدرجة انه ما كانوا يقدروا يمسكوني على الخط من كثر ما الناس كانت تتصل وكانت تشارك وكانوا يبعثوا لي على مواقع التواصل الاجتماعي. فالحمد لله نجح كثير وكان في البرايم تايم، يعني منافسة شرسة مع القنوات الثانيين، بس الحمد لله لقى اصداء كبيرة في الجزائر، دخل على البيوت الجزائرية كلياتها، فاكيد راح اعيد التجربة هاي أكيد. وسهيلة قادرة بكل عمل تقدمه أنها تتصدر الترند، وجمهورها دائما حاضر لتكون أخبارها حديث مواقع التواصل الاجتماعي. الفنان هو متناقض في هذا الشغلة، بيحب أنه يكون دائما ظاهر، في نفس الوقت بيحب يخلي حاله عزيز على الكاميرا وعن الناس فأنا بحاول أكون بين البينين، ما بدي نظل ما نحبش نبان يعني 24 ساعة ودايما ترندات ومواضيع وهيك، وفي نفس الوقت بحب لما بظهر بشيء محترم يشرف، بشيء يكون عنده معنى. يعني تخيلي مثلا بطلع هاي صباح الخير انا بشرب كابتشينو، شو بده العالم تعرف؟ اوكي كل العالم تفطر هيك يعني، فاهمه؟ ما نحبش نكون من هذا النوع من سوري، ممكن راح يفهموني غلط، بس هذه صراحه هاي انا شخصيتي، ما عم انتقد غيري، بس انا طبيعتي انه نحب لما اعمل شيء يكون ترند، ولما اعمل شيء ويكون ترند ما يكون شيء تافه، غنية، مسلسل، خبر عن شغل، بتكون اخباري كلها عن شغل مو عن حياتي الشخصيه، فهيك بشوف. وفعلا اللي يتابع سهيلة على السوشيال ميديا يلاحظ انها تنزل بوستات في اوقات متباعده، وبتكتفي من خلالها فقط بالإعلان عن أعمالها.